مرحبا بكم في قناة شهوات واكلات مطبخي. غنشارك معكم الخلطه اللي كنقلي بها الشوفلور، كيجي لذيذ ورائع وما شربش ولا قطره ديال الزيت. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا لا فيديو. بالنسبه للشوفلور خديته غسلته مزيان وفورته. غندوز نحضر ليه واحد الخلطه اللي هي عباره عن البيض. خديت هنا 2 ديال البيضات، نتوما كتستعملوا الكميه على حساب الشوفلور اللي عندكم. كنضيف ليها شويه الملح، الابزار، سكينجبير او زنجبيل، بابريكا او التحميره، الكركم، خرقوم بلدي، وشويه ديال لاموطارد، وكذلك شويه ديال الثوم. صافي كنخلط هاد المكونات هادو حتى كيمتزجوا مزيان، بحيث هادوك التوابل كيمتزجوا مع البيض، كيصبح عندي خليط اللي هو منسجم. من بعد كنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الطحين، كنغربلها بهذا الشكل باش ما يبقوش عندي دوك الحبيبات في الخليط. وكنخلط هذاك الدقيق مزيان مع هذيك السوائل، وكنضيف معلقه عامره بنفس المعلقه اللي عبرت بها الدقيق كنعبر بها الحليب، معلقه واحده فقط بالنسبه لجوج ديال البيضات. صافي كنخلط هاد المكونات هادو مزيان. هانتوما كي كتلاحظوا تحصلت على واحد الخليط اللي هو منسجم. كنضيف ليه في الاخير معلقه، تقريبا معلقه كبيره ديال المعدنوس اللي مفروم رقيق. صافي وكنتحصل على الخليط اللي كنوضع فيه القطع ديال الشوفلور، ومن بعد كنوضعها في الزيت اللي هو سخون، وكنخليها حتى كتقلى وكتحمر. كنقلبها بطبيعه الحال حتى كتحمر مزيان وكتصبح على الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تعجبكم. الى الملتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى.